السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة ان شاء الله انا هوريكم ازاي تشغل اي فايل ايزو، تشوف اللي جواه وتنقل من عليه، او انك تعمل سيت اب مثلا اذا كان برنامج، او تعمل منه بوت اذا كان ويندوز او كده. اول حاجة ننزل برنامج باور ايزو. طبعا ويندوز 8 ويندوز 10 فيهم حاجة ان انت ينفع تفتح فايل ايزو من غير اي برنامج، بس يعني ده في معظم الفايلات، لكن في فايلات تانية مش بتقبل، بيقولك بيطلع لك ايرور وما يرضاش. ففي الحالة دي هننزل برنامج الباور ايزو، هنفتح هننزله من النت من الموقع بتاعه عادي، وهنشوف انت لو 64 او 32 هتنزله. بعد لما تخلص هيبقى بالشكل ده. لما تنزله هتفتح وهتعمله سيت اب، وبعد كده لما تخلص هتعمل ريبوت، هتعمل ريستارت يعني للجهاز، وبعد كده هيبقى بالشكل ده. هتفتحه، ممكن من جواه تعمل اوبن، تفتح الفايل اللي انت عايزه، اوبن وتفتح الفايل اللي انت عايزه. او في حاجه اسهل، انك بدل ما تفتحه خالص تخليه هو كده كده بيكون مفتوح تحت هنا، تروح انت على اي فايل ايزو عندك وتروح جاي عامل عليه اوبن ويز، او هنا بيكون في باور ايزو، تعمل set number of drives، وبعد كده 1 كده هو هيظهر هنا. ندوس ماونت كده هو بقى موجود. اول حاجة بنعملها set number of drive 1. لو عايزين مثلا نحط واحدة تانية ممكن نعمل 2، يبقى في 2، وهكذا. لو عايزين ممكن نشيلهم خالص، نعمل display خالص، disable كده مبقاش فيه خالص. دي تاني طريقة. تالت طريقة بقى انك ممكن باور ايزو اوبن وذ باور ايزو على طول، وتفتحه وتخش من عليه وتعمل كل حاجة انت عايزها. تالت طريقة ينفع كوبي بيرن او اي حاجة. رابع طريقة بقى انك ممكن تعمل اكستراكت، بس دي في اي فايل ايزو عادي، ده يعني ده ملوش دعوة بالباور ايزو. ممكن تعمل اكستراكت، بس بياخد وقت اطول، وممكن يبقى فيه مشكلة بقى لما تخلص او كده. بس دي كانت حلقة النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل سبسكرايب ولايك عشان كل جديد. شكرا.